وانت بتتفرج كده على الفيديوهات بتشوف العجب، حاجات ممكن تخليك تضحك وحاجات ممكن تخليك تتضايق. مشهد من فيلم فيه منظر مش ولا بد، فيديو على الفيس فيه واحدة عمالة ترقص في بيتها ونازلة هز يا وز، فيديو تاني لواحد طالع هو ومراته وهي لابسة محزق، قال ايه بيعملوا مشهد فيه توعية للناس، فيديو فيه واحد عويج لي بقه وماسك سلاح في ايده وبيغني وبيرقص بيه. انت مندهش صح؟ لكن الاندهاش الأكبر لما بتلاقي مليون مشاهدة و100 ألف لايك وتعليقات الله عليكم منورين وحبايب قلبي ايه الحلاوة دي، وممكن انت تتهور وتقوم عامل مشاركة للفيديو حتى لو من باب الانتقاد، ويستمر السيء في التقدم ويستمر ذوق والتربية في التراجع، وبعد كده تتفاجئ بجرائم عجيبة وغريبة عن مجتمعنا. ادخل على صفحتي ولو لقيت المحتوى مش هيفيدك ولا هيفيد أولادك، في الحالة دي أرجوك اعمليه بلوك. احنا لا عايزين ترند ولا محتاجين شهرة، احنا عايزين ربنا يرضى عننا، لأن من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة إلجام من نار. وده مش كلامنا، ده حديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.